السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده زي ما احنا شايفين كده هنشوي فراخ زي بتاعة المطاعم بالظبط. عارفين الفراخ اللي بنشوفها على الشواية واحنا رايحين وجايين وعمالة تلف كده ويلف قلوبنا معاها. احنا هنعملها في البيت بلونها وجمالها وطعمها والتتبيلة الخطيرة اللي بيخلي طعمها اخطر واجمد. تعالوا بينا بقى نشوف الفرخة بتاعتنا دي احنا هنعملها ازاي، وايه موضوع الازازة دوت. الازازة دي خدوا بالكم احنا عملناها من فترة، فقلت افكركم بيها بطعمها وجمالها. تعالوا بينا بقى نشوف الوصفة ازاي. يلا بينا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وادي المقادير بتاعتنا، مش محتاجة كلام ومش محتاجة وصف، هي بتتكلم عن نفسها. زي ما احنا شايفين معانا ملح وفلفل وبابريكا ومرقة فورية وسماق. تمام، حاجات بسيطة. ومعانا معلقة توم وطماطم وبصل. حاجة عظمة على عظمة. بصوا اهو البابريكا دي كانت مدخنة، ادتني طعم تحفة مع السماق في الشوي. مش عايزة اقول لكم يعني ايه، مينفعش الشوي من غير سماق. هناخد بقى المقادير بتاعتنا زي ما احنا شايفينها كده، والطماطم انا عاملة الكمية دي على 4 فرخات. تمام، هنحط بقى الفراخ الخلطة بتاعتنا، البصل والطماطم. لو عندك فلفل حراق هيكون عظمة، لو اللي عندك بيحبوا الحراق، او عادي فلفل رومي اخضر. بيدي طعم رهيب جدا في الخلطة دي. هننزل بقى المقادير بتاعتنا حاجة حاجة زي ما احنا شايفين، ونحط بقى التوابل بتاعتنا وندلعها. وهنحط كمان خل معاها، هو ما بانش في التصوير، بس هنحط معلقة خل كبيرة علشان خاطر اما اسيبها تتبل ما تاخدش مني وقت في السوا وتنشف. تمام يا حبايبي. معانا اهو حطينا الملح والفلفل، وادي البابريكا بتاعتنا، بابريكا حارة مدخنة. وهنحط معلقة مرقة دجاج فورية. وهنحط اخر حاجه معانا السماق. بص انا مزوده السماق لانه فعلا طعمه بيختلف جامد جدا. انا بقرب لكم اهو في الشوي وفي التتبيله. وهجيب بقى حسب كميه الفراخ اللي عندك هتحطش الميه، بحيث ان الفراخ تبقى كلها التتبيله مغطياها. تمام، هنحط بقى الميه بتاعتنا اهو. حطيت يعني ما يعادل لتر ميه. تمام. وهضربها بقى في الخلاط كويس جدا جدا، انعمها قوي قوي. وانا هنا المفروض حطيت خل، بس هو ممكن ما يكونش باين. تمام، انا هاكد، متهيألي هاكد عليكم في الفيديو. بصوا بضربها جامد جدا جدا. مش بصفيها، في ناس بتصفيها، لا انا مش بصفيها. انا بحطها زي ما هي كده اهوت، علشان خاطر بقى الطعم بتاعها يبقى ايه طبيعي، وياكل كده في الفرخه كده ويدينا بقى ايه المزازه. تعالوا بقى نشوف ايه موضوع الازازه ده مع المزازه. يلا بينا. اوعى تنسوا تحط اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد من مطبخ هند عمار ان شاء الله يوصل لكم. ادي الازاز بتاعتنا اهي، فاكرينها؟ ازاز البيبسي الكبيره. اللي هي الصاروخ ديت. هجيبها عشان تكون عاليه، الفراخ بتاعتي ما توصلش للصينيه وتتحرق مني. طبعا انا كنت ناقعه الفراخ في المحلول بتاعها، ميه وليمون وملح وخل. نقعتها فتره حلوه لغايه ما اتاكدت ان مبقاش فيها زفاره. زي ما انتم شايفين كده كانت فله وعظمه. يعني حتى التصفيه بتاعه الميه ما كانش فيها الحمد لله اي بواقي. طبعا الغلط اللي في الفرخه دي ان هي مهريه في التقطيع، مش مني طبعا، من عند الايه بتاع الفراخ. تمام، فاحنا برضو بنعرف ايه نتصرف. وانا جايبه حجمها مش كبير علشان كل واحد ياخد واحده. تمام، هجيب بقى الفرخه بتاعتي اهو زي ما احنا شايفين، وهنعمل ايه. وهنجيب بقى الفراخ زي ما احنا شايفين اهو، هنحطها في بوله كبيره علشان احط الخليط اللي احنا عملناه دوت. وهسيبها ليله كامله في التلاجة، هتكون عظمه على عظمه. بص الفراخ بتاعتنا جميله ازاي وزغنطتها، جميله خالص. تمام اهو. هنحطها وهجيب برضو ايه، بص هو ايه استكفى بالتلاتة. مش عارف، مش فاكرة هحط الرابعة ولا مش هحطها. هحطها هحطها اهو زي ما احنا شايفين اهو. بص من جوه بيضة زي الفل ازاي، ومفيش اي بقايا ليها. حتى المية اللي متصفية يعني ما شاء الله برضو نضيفة. اهم حاجة في الفراخ يا جماعة الغسيل كويس والنظافة، بس خدي احلى طعم. هنجيب بقى القمر بتاعنا بقى، الخليط دوت اللي احنا عملناه مع بعض زي ما احنا شايفين، وهننزله على الفراخ كلها. واتاكد ان كل حته في الفراخ تحت ومن فوق فيها الخلطه بتاعتنا. اهو بصوا، يا دوبك المقادير الميه اللي انا حطاها، معيار الميه اللي انا حطيته كفه الفراخ هي معايا. نسيبها بقى انتخى شويه في الخلطه ديت، ونحطها في التلاجة ليله كامله، ونرجع تاني يوم وهنشوف هنعمل ايه مع الازازه ايه والدجاجه.
ده فيديو الزجاجة والدجاجة. تمام يا حبايبي، اهو بصوا الجمال، بصوا العظمة، بصوا الالوان، احمر يعني الاحمر منقط على الفرخة مديها شكل جميل قوي. انا متهيالي كده ده كان لا مش تاني يوم، انا لسه برضو في نفس اليوم اللي انا بحط فيه التتبيله. هحطها بقى في التلاجة وارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه مع الازازه. اوعى تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه، ويلا بينا نشوف بعد كده الازازه، يلا بينا. وهنجيب بقى الازاز بتاعتنا ان احنا هنسوي عليها الفراخ. يا جماعه والله حركه بتبقى جميله جدا حركه الازازه دي، وبتديك نفس نتيجه الشوي بتاع الشوايه اللي بتبقى في المطاعم، بنبقى شايفينها كده واحنا ماشيين عماله بتلف. بتدينا لون واحد موحد للفرخه. هجيب بقى الازازه اهي بتاعتنا، المفروض ان انا احطها كده اهوت. طب هنود هتسيب الازازه كده من غير ما تمليها ميه؟ لا، ازاي؟ انا بوريكم بس احنا هنعمل ايه. لو خايفه ان الفرخه بتاعتك تفتح منك وما تبقاش امان، ممكن زي ما انا مسكت لكم الرجول كده من تحت وتربطيها، تربطيهم ببعض عشان تكون مضمومه. بس انا ما ربطتهاش صراحه، هي طلعت فراخ متربيه وبنت حلال وسمعت الكلام وفضلت ثابته على الازاز. تمام. هجيب بقى الازازه بتاعتنا اهو، هنملاها ميه مش لغايه الاخر، قد المعيار اللي انا سايباه ده، يعني ازازه الا ربع الميه. تمام يا حبايبي. هصفي بقى منها التتبيله بتاعتنا، وهروح حطها على الازازه كده، حركه كده جميله. وهجيب بقيه الفراخ وعامله بقيه الازايز، وهكملهم واحطهم على الايه، الازازه. طب يا هنود الخلطه اللي تحت دي هتعملي فيها ايه؟ هترميها ولا ايه النظام؟ هقول لكم لا، انا غاسله الازاز كويس جدا جدا جدا. تمام. وهحط الفراخ ارصهم عليهم كده اهوت، وهحطها في الصينيه. منها تدي ريحه وطعم، لا ريحه، وساعه الشوي طبعا هيطلع على الفراخ. تمام فاهميني. والصوص دوت بيبقى طعمه مش وحش، يعني حتى كمان لو حابه انك تحطي بطاطس او حاجه معاها بتبقى برضو جميله جدا جدا جدا. بس انا اكتفيت ان انا ايه، عايزه بس فراخ مشويه، لان انا كنت عامله شوي تاني مع الفراخ ديت، فما حبيتش نحط بطاطس. بصوا اهو، هنزلها تحت كلها. تمام. الفتره دي بقى انا مولعه الفرن ومسخناه قوي. بس خدوا بالكم في يعني غلطه هنا انتوا ما تعملوهاش، ايه هي؟ ان انتوا دخلوا الصينيه الاول وبعد كده حطوا ازازه ازازه، لان حركه انك انتوا تشيلوا الصينيه وهي كده لا ما ينفعش. طب تعالوا بقى نعمل ايه، حاجه يعني حاجه مهمه جدا جدا. هنعملها خلطه كفر خارجي للفرخه اللي هيدينا اللون الذهبي بتاعنا. معانا مستردة، توم باودر، بصل باودر، ملح، كاتشب. تمام زي ما احنا ما شفنا الطبق بتاعنا. هقلبهم كويس قوي قوي مع بعض، وادهن بقى الفرخه بتاعتنا كده، اديها رولة يمين شمال كده، وايه ادهنها كلها، ما اسيبش حته ما يكونش فيها الخليط بتاعنا. بصوا المستردة، عايزه اقول لكم ان المستردة دي بتاخد طعم الشوي لحته تانية برضو. يعني انا بحب الاطعمه، فانتوا فاهمين بقى الوضع بيبقى عامل ازاي. يعني اكنها كانت جايه من المطعم، مفيش فرق بينها غير انك انتي مهتميه بكل تفصيله فيها لاولادك، نظافه، توابل، ظابطه الدنيا، الجو معاكي عظمه على عظمه. هدهنها بقى كلها وش وظهر الفراخ بتاعتنا. عفوا. اهو زي ما احنا شايفين اهو، ايه الجمال ده، إيه الحلاوه دي. هاخدها بقى وبص، انا لفيتها لكم من الناحيه التانية عشان اكد لكم برضو ان الناحيه التانية احنا ظبطناها دهان. خلاص. يلا بينا بقى نشوفها، ندخلها الفرن على درجة 180 أو 200، بتقعد ساعة بالظبط. ادي الجمال بتاعنا، ايه ده ايه ده، شاريها من المطعم يا هنود؟ لا دي بين ايديكم، وان شاء الله هتعملوها وهتطلع احلى من كده بكتير جدا جدا. يا رب يا رب تكون الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتنول رضاكم، ما تكونش فيها حاجة صعبة عليكم، سهلة جدا. ممكن بالليل بدل ما تطلبوا دليفري وتجيبوها من بره فعلا بمبلغ بقى كبير قوي وملهوش اي 30 لازمة، هتعمليها في البيت بحاجات بسيطة وسهلة لولادك، وتبقى عشوة كده عزمتيهم. ممكن ما تبقاش وجبة يعني كتير، تعملي حاجات جنبيها هي وبشوية بطاطس محمرة. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش الفيديو تحطوا له لايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.